المليار الذهبي. طبعا اكثريتكم سمعتوا بهذا الاسم برامج التواصل الاجتماعي، بس اكيد اذا دخلت هذا الفيديو عم تعرف شنو هذا الشيء وليش هي الخطة اللي راح تنهي تاريخ البشرية، وليش الناس جاي تبالغ واليوتيوبرز يقولون هاي نهاية العالم وهالسوالف. باع اخويا المليار الذهبي واحد نظريات المؤامرة سووها هذولاك الناس، وهدف يقللون عدد سكان العالم من 7 مليار الى 1 مليار، وهاي الطبقة لازم تكون من العلماء والاغنياء، الناس اللي لهم فايدة بالمجتمع. وحجتهم انه والله انه الموارد الموجودة بكوكب الارض ما تكفي، قليلة جدا. بس اذا نرجع قبل الزمن الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية، ذاك الوقت كان اعداد الاشخاص قليلة بسبب انه الحروب والحرب العالمية الاولى والثانية شلون قتلت هواية اشخاص، فكانوا اعدادهم قليلة كلش، فكان ماكو داعي لهذه الخطة لان الناس بعدهم قليل. بس بعد سنة 2000 من راحت الحروب ارتفع معدل الولادات بشكل مو طبيعي، هم سووا شيء جديد اسمه الحرب البيولوجية هيك ما اعرف شلون الفظها. هاي الحرب انه يسوون شيء معين او يقتلون ناس بشكل غير مباشر. احنا ما سوينا حرب لو شيء، لا اجى شيء قتل هذول الاشخاص، مثلا هذاك الفيروس اللي اجى قبل كم سنة والجائحة اللي اجت وقتل 15 مليون شخص حول العالم، وهم سووا لقاح على اساس انه هو يحميك، بس هو حرفيا جاي ياثر على انتاجيتك المدى البعيد جدا. وهم ما حد سأل روح ليش هذا الفيروس بدا من الصين. باخويا لان الصين عدد سكاني بها كبير كلش، وهم عندك روسيا حجمها كبير، وهم يا عزيزي المشاهد هذول العبيد والناس اللي ما منهم فايده بالهند وباكستان وهذول يحاولون يسوي لهم مجاعات واشياء ولا يساعدوهم ولا يعطوهم اي شعمد، بس يخلصون من يمهم، يردون يتخلصون من هذول الناس. واللي هو شيء له دخل بالعنصريه، بس هذا فيديو ثاني نسوي. انت عزيزي المشاهد يمكن يردون يتخلصون من يمك همين، لان انت انسان ما منك اي فايده، بس باوع على تيك توك والانستغرام وتلعب العاب وتاكل بدون اي تطور. بس هم من الاجانب يقدرون يسيطرون عليهم بشكل افضل، لان الاجانب حياتهم كلها اكل ونوم وكي اف سي ولعب فورتنايت وتيك توك وما ادري شنو وهالسوالف. وهم الدوله تعطيهم راتب، انت بس تعبر ل 18. طبعا احنا ما جاي نحكي على امريكا، نحكي على اوروبا وهذين الدول، يعطوهم راتب، هذا الراتب بدون اي مقابل يجيهم، وهم ياخذون هذا الراتب يبقون عايشين عليه لحد ما يعيش بكل انواع الدوبامين اللي هو يريدها، بعدين هو يروح ينهي روحه بنفسه. وطبعا الفلوس الرواتب اللي تعطيها الدوله ماخذيها من هذولاك الناس، يعني تعرف عم قد عندهم ميزانيه عم يتخلصون من الناس. وهم يا اخوي ارجع اقول هاي بالاول وبالاخير تبقى نظريه مؤامره، ونظريه يمكن لو حقيقيه لو كذب، بس انت شوف روحك تصدقها لو لا.